اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. النهارده بقى هنعمل أكلة شعبية حرشة كده وخفيفة ولذيذة وسهلة وبسيطة مع بعض. هنعمل ايه؟ هنعمل الفول بالثوم والطماطم والبتنجان بالدقة. هنعمل أكلة جميلة جدا، بس يلا حط اللايك وتعالي شوفي الطريقة الجميلة. انا جبت بتنجانتين حلوين كده وقطعتهم حلو، غسلتهم طبعا وقطعتهم، ونزلت عليهم بمعلقه من الملح. ليه بقى معلقه الملح؟ عشان تنزل السوائل اللي فيهم وما يشربوش مني زيت، وانا بقى ليهم على النار. وهبدا ان انا اقلب الملح فيها كويس جدا واسيبها شويه لغايه اما انزل السوائل او الميه اللي فيها عشان ما تشربش زيت. خلاص كده سبتها، وبعد كده خلاص نزلت السوائل اللي فيها. هروح بقى عند البوتاجاز علشان ايه؟ اقلي البتنجان بتاعي. رحنا عند البوتاجاز اهيت، وبدأنا ان احنا كنت حاطه الطاسه فيها زيت على النار، وبدأت انزل بالبتنجان. طبعا ده مش محتاج اي شرح لان احنا عارفين ازاي بنقلي البتنجان. عايزه اقول لكم يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي ما ينساش بالاشتراكات ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وكومنتاتكم الجميله ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ونفضل مع بعض على طول، ولايكات كتير 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 علشان القناه تفضل معاكم. خلاص كده حطيت البتنجان يتحمر، ورحت جبت الكبه وحطيت فيها فصين من التوم. طبعا التوم انا مخزناه وفرماه، بس حطيت فصين من التوم علشان ايه؟ اضرب التوم مع الفلفل ومع التوابل بتاعتي. حطيت التوم وكنت مقطعه قرنين فلفل حامي على بارد، طبعا الفلفل على قد ما انتي حابه، وحطيت عليها كمون وكزبره، ورحت حاطه الملح بتاعي. طبعا الملح ده على حسب الرغبه، في ناس بتحب الملح قليل او كتير. واخدتها بقى افرمها في الكبه كويس جدا لغايه ما انا حبيت ان انا قد ايه كده. ورحت فاتحه الكبه وحطيت شويه كده معلقتين كبار من الخل وعصره ليمونه، وضربتها في الكبه شويه. وخلاص على كده حضرت الدقه بتاعتي اللي احنا هنعملها للبتنجان. طبعا وصفه سهله جدا وبسيطه، بس اوعي تقفلي الفيديو. احنا هنكمل الفيديو هوريك ازاي ان البتنجان يتشرب بالدقه كويس جدا. وهنعمل كمان الفول بالثوم والطماطم بطريقه جميله جدا جدا، ان شاء الله هتعجبك وتقولي لي في كومنت جميل زيك يا ست الكل. خلاص كده على بال ما احنا حضرنا الفلفل وحضرنا الدقه بتاعه البتنجان، كان البتنجان اتقلى على النار كويس. طبعا لو انا حسيت ان في مكان من النار اعلى شويه، فهبدا احول البتنجان في المكان اللي ايه؟ اللي اعلى شويه، وهبدا اقلب البتنجان كويس. وخلاص كده قليت البتنجان، هبدا ان انا اطلعه في الطبق علشان ما يتحرقش مني. انا عايزاه يدي اللون الذهبي ويكون جميل جدا علشان يدي طعم حلو خالص. ما ينفعش ان هو يكون محروق، لازم يكون مدي اللون الذهبي عشان يبقى الطعم جميل جدا. خلاص كده جبت الطبق وهبدأ اطلع البتنجان اللي ايه؟ اللي احنا قليناه على النار. خلاص كده طلعت اللي اتعمل وسبت الباقي يكمل قليه على النار، وبدأت ان انا احط بقية البتنجان علشان احمر اقلي كل البتنجان بتاعي. استني علشان نشوف الدقة احنا هنعملها ازاي. هنخلص كده ونطلع بقية البتنجان الاولاني علشان نعمل اول طبقة من البتنجان بالدقة. خلاص كده طلعت اول طبقة من البتنجان بالدقة بتاعتي، وهسيب البتنجان الباقي يتقلي على النار، وهروح ناحية الرخامة علشان اوريكم احنا هنعمل ايه. خلاص كده هنروح ناحية الرخامة. ده اول طبقة من البتنجان، بصوا لونه ذهبي وجميل ازاي. هبدأ انزل بالفلفل والثوم والتوابل اللي انا حطيتها، اللي هو كمون طبعا وكزبرة وملح، مش حاجة كتير بس بتدي طعم جميل جدا جدا مع الدقة. ونزلت بقى بالدقة على اول طبقة من البتنجان. دي اول طبقة من البتنجان علشان تتشرب. طبعا البتنجان سخن ونزلت عليه بالدقة هيروح ساحب كل التوابل وهيسحب الطعم بتاع الدقه الفلفل وكده. طبعا انا حاطه قرن فلفل حار على بارد حسب ما انتي حابه. على بال ما حطيت اول طبقه، الطبقه التانية كانت اتعملت وحطيت عليها الدقه بتاعتها. كده خلاص عملنا البتنجان بالدقه بطريقه جميله جدا. اتمنى ان انتوا تعملوها، والله كانت تحفه وروعه. بصوا يعني الحاجات دي الخفيفه دي بتفتح النفس بطريقه جميله جدا. يعني انا اولادي وزوجي بيحبوها جدا، بتفتح النفس على الاكل جميل. طبق روعة. بصوا طبق البتنجان مغري ازاي، تحفة. بس خلاص كده تعالوا بقى نعمل طبق
الفول بالثوم والطماطم. تعالوا معايا ناحية البوتاجاز علشان نشوف الفول بالثوم والطماطم. انا حطيت الطاسة على النار وحطيت فيها شوية زيت صغيرين ومعلقتين كبار من التوم. طبعا انتي في الفول بالثوم والطماطم بتزودي التوم شوية علشان يدي طعم جميل جدا للفول. وهبدأ ان انا اقلب التوم في الزيت كويس جدا علشان يدي اللون الذهبي بتاعي. مش عايزة احرقه، هخليه يدي اللون الذهبي. خلاص كده حمرناه وادينا له اللون الذهبي التوم. هننزل بقى بالفلفل. كنا جبت الكبة وفرمت مع قرنين فلفل حار على بارد مع بعض. طبعا انتي عايزه تعملي بفلفل حار بتدي طعم جميل جدا، عايز تعملي فلفل بارد دي حاجه ترجعلك، لكن انا بحب اخلطه فلفل حار على بارد علشان ما يبقاش حار قوي ولا يبقى بارد، يبقى جميل جدا ويدي طعم جميل جدا. وبدات ان انا اقلب الفلفل، اديته تقليبتين مع التومه. هنزل بقى من الكبه. كنت فرمت 3 طماطمايط حلوين كده وفرمتهم في الكبه من غير ميه، ونزلت بيهم على الفلفل وعلى التوم. وهبدأ اقلب كويس جدا 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 علشان الخليط ده كله يتشرب من بعضه ويدي ريحة جميلة جدا جدا ويدي طعم جميل جدا في الفول. قلبته اهوت، قلبت كل الخليط ده مع بعضه وسبتها بقى لغاية ما الطماطم بس تبدأ تدوب شوية على النار. وطيت عليها النار، بدأت تدوب الطماطم ونزلت السوائل بتاعتها. هروح جايبة بقى نص كوبايه صغيره من عصير صلصه الطماطم. طبعا انا هكون عصراه بميه. هجيب نص كوبايه صغيره وهنزل بيها. التكايه دي جميله جدا، اتمنى ان انت تعمليها، بتبقى خطيره. خلاص كده حطينا الخليط كله. هنروح نجيب بقى الفول اللي احنا هنعمله. الفول اللي احنا هنعمله هنبدأ نقلبه في الخليط كويس جدا. هنقلب الفول في الثوم والطماطم والفلفل، وهنبدأ نقلبه كويس جدا جدا علشان ياخد من الطعم بتاع الخلطة اللي احنا عاملينها. بصي مش عارفة اقولك لا انا حطيت توابل ولا حطيت اي حاجة، بس الريحة كانت روعة. خلاص كده هنبدأ نحط التوابل بتاعتنا. هنزل بالملح وشوية كمون وشوية كزبرة. طبعا الفول مش محتاج اكتر من كده، انا بحب الفول بالكزبرة والكمون والملح بس. فنزلت بالملح والكمون والكزبرة وهبدأ اقلب كل الخليط ده كله مع بعضه. بصوا ما شاء الله روعة الطبق ده. اتمنى ان انت تعمليه جميل جدا جدا، ولو انت في اي دولة تقوليلي ايه رأيك لو جربتيه في كومنت جميل زيك يا ست الكل. خلاص كده قلبنا الفول بعضه كويس جدا. هنروح بقى نسيبه ياخد غلوة، وبعد الغلوة نروح بقى عند رخامة علشان نغرف الطبق الجميل بتاعنا. احنا كنا عاملين البتنجان بالدقة، زقنا كده بعيد شوية علشان ننزل بطبق الفول الجميل. ادي طبق الفول روعة جميل جدا جدا، والريحة ما اقولكيش. انتي بقى عملتي الفول وعملتي البتنجان، عايزة تزودي اي اكلات تاني معاه براحتك خالص، بس دولت فطار غدا عشاء ممكن تحطيهم على السفرة بيبقوا روعة جميل جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، واللي نسي اللايك يحط اللايك، وانتظروني في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.